الكاتشب البيتي من الوصفات المطلوبة جدا، وبقى كتير دلوقتي عايزين يجربوا يعملوه في البيت. طبعا لان اللي في البيت صحي اكتر، ولان دلوقتي الماركات اللي موجودة والمقاطعة، وان احنا عايزين نعتمد على المصري بس، فاحنا في الوصفة دي هنعتمد كمان على البيتي. يلا اقول لكم على وصفتي للكاتشب بعد ما جربت اكتر من طريقة، والطريقة دي كانت احلى واحدة، فعلا حلوة جدا، اقرب 90% لطعم الكاتشب اللي بنشتريه جاهز، وعجب بناتي جدا جدا. يلا نبدأ على طول. اول حاجة هنحتاج كيلو طماطم او كيلو الا ربع، ثمرة فلفل احمر، وهنحتاج معلقتين سكر ومعلقتين عسل اسود، ربع كوباية من الخل، ومعلقتين نشا. والتوابل هيبقى بصل باودر، توم باودر، وفلفل، وبابريكا. اول حاجة هنعصر الطماطم كويس قوي وهنصفيها كويس جدا، هنصفي الكمية كلها. وبعد كده هنفرم ثمرة الفلفل الأحمر، وهنبدأ في الخطوات على طول. هنا أهو صفينا كل الكمية وده اللي اتبقى منها. وبعد كده هنفرم ثمرة الفلفل، وهنبدأ على طول بكرملة السكر. هنحط معلقتين السكر وهنكرملهم لغاية لما يبقوا كراميل بالشكل ده. وبعد كده هننزل على طول بالفلفل الأحمر، ده شكل الكراميل. هننزل بالفلفل وهنقلب كويس قوي لغاية لما لونه هتلاحظوا اللون هيبدأ يتغير. بس طبعا ايدينا في التقليب على طول، ما نسيبوش علشان ما يلزقش ولا يتحرق. بعد لما هيبدأ لونه يغمق كده ويبقى لونه حلو، هننزل بالعسل الأسود، معلقتين العسل الأسود برضو مع التقليب المستمر. هنفضل نقلب لغاية لما لونه يبقى غامق كده ويبقى لون حلو. كل ده هو اللي بيدي اللون والتسكيرة للكاتشب، تمام؟ فياريت ما نستغناش عن أي خطوة منهم. بعد لما اخد اللون الحلو الغامق الاحمر الغامق ده، هننزل بقى بكمية الطماطم ونسيبها. هنقلب طبعا كويس قوي علشان ندمج كل الخليط بتاع الفلفل والعسل وكله ويتخلط بكمية الطماطم. هنفضل بقى كده على مراحل، هوريكم ازاي شكلها بيتغير. دي كده اول مرحلة. بعد كده هتبدأ تتقل، ما بقتش فيها سوائل كتير، المية اللي فيها بتبدأ تتبخر وتقل شوية بشوية. بعد كده بقى اخر مرحلة اللي هتلاقوها بقت سميكة وتقلت خالص بالشكل ده، وتقريبا ما فيهاش مية. في المرحلة دي هنطفي عليها وهنصفيها. اوكي، احنا لسه ما حطيناش توابل، ما حطيناش اي حاجة. هنصفيها بقى كويس قوي، والسائل اللي هينزل من التصفية دي هتلاقوه يعني اقرب شكل للكاتشب كده. دي احنا بدأنا اول مراحل تحول الطماطم او الصلصه دي للكاتشب. هنعصر كويس جدا جدا، او هنصفي كويس قوي قوي الخليط ده لغايه لما ننزل بقى منه كل الخلاصه بتاعته. وبعد كده هنكمل، هنشوف هنعمل ايه وهنضيف التوابل ازاي. بصوا بقى شكله حلو جدا، يعني خطير وناعم كده وهنا على فكره لو دقتوه هتلاقوا طعمه حلو قوي وبادئ ياخد طعم الكاتشب. هنضيف بقى ربع كوباية الخل، وهنضيف التوابل. طبعا كمية التوابل اللي كنت مصوراها في الأول كتير على الكمية دي، فأنا هاخد تقريبا ربع معلقة من كل حاجة. ربع بابريكا، ربع فلفل أسود، وربع توم باودر، وربع بصل باودر. مش هناخد الكمية دي طبعا، لو انتم مزودين طبعا زودوا البهارات زي ما انتم عايزين. وهنحط معلقة ملح. أنا في الآخر زودت حبة زي دول كمان، يعني أخد مني معلقة ملح كبيرة مثلا أو أقل شوية. بس كده. في ناس ممكن بيكتفوا بالمرحلة دي، بس أنا بتقله شوية بالنشا، فمعلقتين نشا مع شوية مية، معلقة نشا صغيرين. وهنقلب بقى كويس لغاية لما النشا يختفي ويبدأ إن هو ياخد اللون الحلو النهائي بتاع الكاتشب. بصوا بقى، بصوا القوام حلو جدا. طبعا خليكم عارفين انه هيتقل بعد ما يبرد، فانتوا عايزين تقللوا النشا شويه مفيش مشكله خالص. هنا بقى بعد ما برد خالص، وانا كنت جايبه ازازه كاتشب مخصوص علشان التصوير، علشان احط الكاتشب فيها، بس هي الحقيقه ضيقه ومش عمليه، فانا نقلتها في برطمان بعد كده. هحطها بقى، هحط الكاتشب في الازازه دي، وده شكلها اهو. وانا مصوره لكم
صورة الصلصة، عشان ممكن حد يقول ده شكله صلصة، صورة الصلصة وصورة الكاتشب جنب بعض وتشوفوا الفرق بينهم. بجد يا جماعة الوصفة دي حلوة جدا، يا ريت تجربوها وما تقلقوش، فعلا طعمها حلو قوي قوي قوي، وهتغنيكوا ان انتوا تجيبوا كاتشب من بره. في اضافة اخيرة للي عايز للتلميع مش اكتر، لو عايزين ان لونه يلمع بنحط شوية زيت بس ونقلبه، دي حاجة يعني حاجة اخيرة بس كده. ودي مش اساسي، يعني انا اكتفيت بان انا من غير الزيت وكانت تمام. بصوا بقى، ده شكل الصلصة البيتي وده شكل الكاتشب، في فرق بينهم وكمان فرق في الطعم رهيب. فيا ريت تجربوا الوصفة دي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وبألف هنا وشفا.